إزاي تحقق أكتر من مليار جنيه مش من الغنى؟ في الحقيقة العنوان ده مش صح جزئياً، لأن عمرو دياب جزء أساسي من ثروته أصلها الفن، لكنه مش الجزء الوحيد من القصة. أهلاً بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو ده هنتعرف أكتر على إمبراطورية عمرو دياب اللي اتخطت المليار جنيه. تخافيش انا مش نسيك عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب أو الهضبة واحد من أشهر الفنانين العرب، وأكترهم وجود على الساحة الفنية مع أكتر من 30 ألبوم، 4 أفلام، مسلسل، ومئات الحفلات. مسيرة فنية طويلة امتدت لحوالي 40 سنة. ده سبب ممكن يحقق لك ثروة معقولة، شهرة كبيرة، واسم ثابت في التاريخ الفني، لكن أكتر من مليار جنيه؟ ما أعتقدش. في البداية وصل لمعهد الموسيقى العربية، شاب طموح من بورسعيد حلمه الشهرة. بدأ مسيرته 1983 في نفس السنة بألبوم يا طريق، واللي ما كانش أنجح حاجة. كمل واستمر بتحقيق نجاح بسيط في الوقت اللي صناعة المزيكا في مصر بتتغير فيه. أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، عبد الوهاب وغيرهم كتير من مؤسسين الصناعة ماتوا أو ما بقوش زي الأول. أجيال جديدة اتأثرت بثقافة أمريكية أكتر، نمط حياة أسرع، وتحرر أكبر. كل ده دفع الصناعة إنها تتغير من الكلاسيكية لنوع جديد من المزيكا أجرأ، أسرع، وكلماته أقل ليتناسب أكتر مع الأجيال الجديدة. وظهر نجوم جديدة قادت التغير في الصناعة. عمرو دياب كان في قلب التطور ده. أقدم لكم شاب فارس الأغنية المصرية، شاب سباق دايما للخير، عمرو دياب. ده اللي خلاه يتعرض لعدد كبير من الانتقادات وعدد أكبر من المعجبين، حفلات أكتر، مبيعات أكتر، وبالضرورة إعلانات أكتر. هو يرى أولاً إنه أنتم ولاد عاقين، يعني أبناء غير بررة. بيرى إن أنتم مفيش حاجة بتقدموها تسعد الأذن المصرية أو العربية. بيرى إن كنتوا جيل بلا أساتذة وملأكوا الغرور، وبتعتبروا أنفسكم من جواكوا بتطلعوا ملحنين وكتاب أغاني وإلى آخره. تعال نرد على الاتهامات واحد واحد. عمرو دياب كان وجه إعلاني لعدد كبير من العلامات التجارية المشهورة، بيبسي، فودافون، أورنج، وحتى نوكيا. يا حبيبي. قدر من خلالهم يحقق ثروة كبيرة. نجح الهضبة في إنه يبقى النجم الأشهر. الانتقادات اختفت وبقى أيقونة الموضة والغناء في الشرق الأوسط. وصل أجره في واحدة من حفلاته سنة 2004 ل 270 ألف ريال سعودي، مع مبيعات أكتر بكتير. ده جذب أكبر شركة إنتاج في الشرق الأوسط ليه مع عقد كبير اتقال وقتها إنه 5 مليون دولار، وحملة دعائية ضخمة وعقود إعلانية جديدة. بحفل إعلامي ضخم أقيم بفندق موزمبيق ببيروت، وقع الفنان عمرو دياب عقد انضمامه إلى شركة روتانا. عمرو دياب بدأ في تنويع استثماراته أكتر. الموضوع ما بقاش بس غناء ولا موضة، الموضوع بقى بيزنس كمان. استثمر عمرو في الفترة دي في العقارات، مش بس أولاده في لندن، لكن كمان بيمتلك أصول هناك مع فيلا كبيرة في القاهرة وعدد من الشقق على النيل. آخرهم كان شقة بمنطقة جاردن سيتي الراقية بسعر وصل وقتها ل 12 مليون جنيه. لكن حياة الهضبة الفنية تعرضت لعدد من المشاكل، أبرزهم خلافاته مع روتانا. نوصل لمشاكل ويدخل صلح، نوصل لمشاكل خلاص عاد. ناي فور ميديا. تعاون عمرو دياب مع عدد كبير من شركات الإنتاج، لكنه دايماً كان بيفكر في وضعه مع المطربين التانيين سواء في الحفلات أو مواعيد الألبومات. ده كان بداية شركة ناي اللي أسسها عمرو عشان يعتمد على نفسه في تقديم الحفلات، خصوصاً إنه كان بيرفض مشاركة نجم تاني ليه على المسرح. حاجه بسيطه قوي. انا طبيعتي ان انا ما بعرفش مين اللي بيغني قبلي ولا مين بعدي. من اول ما ابتديت اغني وعندي الثقافه دي جوايا، فلا بفرق معايا مين قبلي ولا مين بعدي. والاستاذ سالم اهو معايا حفلات كتير جدا، والله بطلع الاقي فنانين ببقى محترم. انا بحترم كل الناس، بس ما بوجعش دماغي مين قبلي ومين بعدي. فدي قضيه انا والله اول مره اسمعها منك. كمان المنظمين دايماً كانوا بيطلبوا منه تخفيض أجره. من هنا أسس الشركة ودعمها على حساباته الشخصية، لحد ما نجحت الشركة في 2016 في حفلة راس السنة، خصوصاً مع الجمهور الكبير اللي حضر. وكعادته رغب الهضبة في إنه يكون ليه السبق في كل شيء. قرر إنه يتجه بشركته لمجال الإنتاج، رغم إنه كان بيعتمد لسنوات طويلة على شركات عملاقة بحجم روتانا، إلا إن شركته ناي ما خذلتهوش
وقدرت في أول ألبوم ليه إنها تثبت إنها ولدت عملاقة، بجانب كونها كيان قوي ومنظم ومحترف تنتمي لكيان كبير اسمه عمرو دياب. البيزنس. مع بداية رحلته في عالم البيزنس أطلق أول عطر باسمه في 2021 بسعر زاد عن 2000 جنيه وحقق مبيعات معقولة، وكان عليه ضجة كبيرة مع حملة دعائية ضخمة. ده شجعه على إطلاق براند 34 ملابس، إكسسوارات وغيرها. من هنا أعلن عمرو دياب عن نفسه كرجل أعمال أكتر من كونه أيقونة غنائية بشراكة فريدة من نوعها. تعاون الهضبة مع رجل الأعمال محمد العبار في عدد من المشاريع، أبرزهم مطعم ناموس في مارينا مراسي الساحل الشمالي، ده بالإضافة لشاطئ سول تاون والمسؤول عن إدارته بشكل كامل. واستمرت الشراكة بين الهضبة والعبار لتنفيذ لوكاندا، وهو اسم سلسلة الفنادق اللي أعلن دياب عن تأسيسها مؤخراً في سول مراسي، وده بالشراكة مع شركة إعمار للاستثمارات العقارية اللي بيرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، حيث هتمتد السلسلة دي ما بين مصر ودبي. وحاول الهضبة إنه يأسس شكل جديد من الفنادق، حيث إن هو يجمع في تصميماتها وديكوراتها بين الفخامة والبساطة والحس الفني اللي بيكشف تدخله بنفسه لاختيار الشكل العام لفنادقه الجديدة. وأخيراً شراكة مميزة بين عمرو دياب وأنغامي، فتفاجئ الجمهور بحذف كل أغاني الهضبة من يوتيوب ومنصات الاستماع التانية قبل ما يتم الإعلان عن شراكة الهضبة وأنغامي لبث أغانيه القديمة والجديدة حصرياً في خطوة جريئة منه. في النهاية عمرو دياب واحد من أذكى الفنانين العرب، قدر بفضل ذكائه الشديد وحرصه إنه يدير موهبته بذكاء وإنه يكسب ثروة كبيرة جداً وصلت لبعض التقديرات لحوالي 60 مليون دولار اتشكلت ملامحها من أعمال فنية وتجارية. شاركنا رأيك في التعليقات، هل اهتم عمرو دياب بالبيزنس أكتر ولا هي خطوة إضافية ما أثرتش على مسيرته الفنية؟ اغني لك انا اكتر واحد بيحب